من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. سيدي القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء المحترم، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم ويشرفنا حضوركم، وأنتم تشاركون أخوانكم وأبنائكم المقاتلين فرحتهم في الذكرى الرابعة بعد 100 لعيد تأسيس الجيش العراقي البطل. هذا الجيش الذي انطلقت نواته الأولى في عام 1921، والذي كانت له صولات وجولات يشهد له بها القاصي والداني على مدى سنوات تشكيله، حيث سطر جيشنا الأغر وعلى مدى 104 عام أروع الملاحم البطولية، وقدم التضحيات الجسام والتي شهد لها بها الأعداء قبل الأصدقاء، واحترمته وتحترمه إرادات الشعوب العريقة لما يحمل من مبادئ صانها ويدافع عنها منذ تأسيسه إلى يومنا هذا.